معانا دلوقتي، معلش بقطع حضرتك لانه معانا الاستاذ حافظ ابو سعده، امين عام المنظمه المصريه لحقوق الانسان، رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان. واحنا كنا عارفين ان هو لسه خارج من الاجتماع، فعايزين نعرف اخر التطورات بخصوصه. برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا استاذ شريف. اهلا بيك يا استاذ حافظ. يعني عايزين نعرف اولا رد فعلكم على المؤتمر الصحفي النهارده وما دار في الاجتماع. شوفوا طبعا يعني المؤتمر ما فيهوش جديد غير انه بتقول انه الاجراءات قانونيه وانها لا في تجاوزات. احنا اول مره نشوف يعني تعامل مكاتب المنظمات الحقوقيه كانها مسرح جريمه بيبحث فيها عن اسلحه ومخدرات. يروح مدججين بالسلاح وشرطه وصعقه وقوات جيش واقتحام وغلق الباب العماره من تحت ثم قفل الشارع. انت بتعمل يعني رساله للناس في الشارع كده ان انت قدام تنظيم ارهابي خطير في هذا. فده كلام كله مخالف طبعا، وبالتالي ما تقدرش تقول انه ده قرار قضائي صرف. قرار صرف ازاي يعني القاضي يقدر يامر بتوع السكه بتوع الشرطه وبتوع الجيش ان هم ينزلوا معاه؟ واحد. اثنين، انت اصلا يعني بالنسبه انا بتكلم على مركز عرض استقلال القضاء والمحاماه. طبعا الاجانب المنظمات الاجنبيه الموجوده انت كنت تنفع تبعت لهم جواب تقول له طلبك بان انت بتقيم طلب مقر في مصر مرفوض، لان اول ما جم قدموا طلبات للحكومه المصريه. طيب انت مش معترف بيهم، مطلع لهم تراخيص مشاهده في الانتخابات ل 140 واحد. يعني برضه السوق الحقيقه فيها نوع من محاوله ايهام الراي العام ان في مؤامره وانه في تمويل وان الثوره طب يا استاذ حافظ في مقابل ده يا استاذ حافظ يعني في مقابل ده يا استاذ حافظ والتجاوزات اللي حضرتك بتتكلم عنها، ايه الاجراء او ايه التصرف اللي ممكن المنظمه المصريه لحقوق الانسان تاخده في مواجهه ده؟ لا انا ما عنديش، انا ما عنديش مشكله. ده ما تمش معايا انا شخصيا ولا مع المنظمه، ده تم مع مجلس استقلال القضاء. فالمنظمه انا فاهمه، لكن حضراتكم يعني عاملين اجتماع عاملين اجتماع انا بتكلم على انا ما بتكلمش تحديدا على المنظمه بالظبط يا فندم. هم عندهم اجراءاتهم القانونيه وهيشوفوا هيعملوا فيها ايه. بس انا بتكلم على وصف انه ردي على وصف السيده الوزيره بان ما حدث وفق الاجراءات القانونيه. لا، لم يتم وفق الاجراءات القانونيه. حتى انتداب قاضي التحقيق لم يتم وفقا لقانون الاجراءات الجنائيه اللي بيقول ان الجمعيه العموميه للمحكمه هي اللي تختار، مش يتم اختيارهم من خلال من تكليف وزير العدل لرئيس المحكمه. طيب استاذ حافظ، يعني هطلب حضرتك تفضل موجود معانا لاني ملاحظه ان المستشار محمد الدمرداش كان بيداوم بعض الملاحظات على كلام حضرتك. اتفضل. نحييك يا استاذ حافظ، ونريد ان نؤكد مساله بالنسبه للتصاريح المراقبه اللي صدرت ل 140 من المراقبين الاجانب. هذه التصاريح صدرت لجميع الذين تقدموا للهيئه العليا للانتخابات بطلب مراقبه العمليه الانتخابيه، سواء كانوا قد تقدموا بطلبات تسجيل لمؤسسات في مصر رفضت او قبلت. بالنسبه للخطابات التي ارسلت لبعض المنظمات التي تقدمت بطلب للتسجيل في مصر، بالفعل ارسلت خطابات عديده برفض طلبهم للتسجيل سواء من الخارجيه او من الشؤون الاجتماعيه على حسب جهه التقديم، لان التقديم في المنظمات الخارجيه زي ما حضرتك عارف لابد ان يبدا بوزاره الخارجيه بتوقيع بروتوكول ثم الى الشؤون الاجتماعيه التضامن الاجتماعي سابقا. اما مساله التامين العسكري او القول ان هناك تجريده عسكريه من رجال الشرطه والجيش، هذه المساله لا يتحكم فيها قاضي التحقيق ولا يتحكم فيها اعضاء النيابه الذين يقومون بالعمليه. هم يخطروا الجهات، وحضرتك عارف هذا في عمل النيابه، يخطروا الجهات والجهات تؤمنهم كيفما يتراءى ويتيسر لها من قدرات على التامين. نعود ونقول ان المساله ليست في مصادر التمويل او قبول لعمل بعض المنظمات في مصر. المساله لا زالت في اطار، وانا اؤكد ما قاله السيد وزير العدل والسيده وزيره التعاون الدولي، نحن لازلنا في اطار القواعد القانونيه. قد يكون هناك بعض الاعتراضات او وجهه النظر فيما تم من اجراءات، فلنعطيها بالاعتراض القانوني المعروف لكل الحقوقيين العاملين في مصر ولننتظر النتيجه النهائيه. فلا بد للمجتمع المدني وحضرتك من رواد العمل فيه ان يفرز الغث من السمين، ولا بد ان نعرف اذا كان هناك بعض الاخطاء عند بعض المنظمات، لابد ان نعلم حجم هذه الاخطاء ولننتهي بعد ان نعلم الاخطاء. المجيد ينظم ويقنن، وقد تقابلنا قبل ذلك في محاوله تعديل قانون الجمعيات حتى نصل الى قانون جديد يتيح مرونه العمل الاهلي في مصر ويقضي على اغلب مشاكل الجمعيات خاصه في التسجيل وفي وسائل التمويل الاجنبي وفي نفس الوقت وتفعيل الرقابه وفي نفس الوقت تفعيل الرقابه، وان يظل لهذه البلد حدود وخطوط حمراء تظل فيها السياده.